أجدد الترحاب بكل المستمعين الكرام على راديو بلوس في برنامج صدى الملاعب. واللحظة سننتقل لمدينة فاس، حيث استضاف الزميل خالد الطويل اللاعب الدولي السابق والإطار الوطني عزيز سليماني للحديث عن مواضيع تخص كرة القدم الفاسية. إليك زميلي خالد طويل. مرحبا المهدي وبزيق، مرحبا عماد. من خلالكم كنرحبوا بالمستمعين الاعزاء في هذه الجلسه الرياضيه الفاسيه مع احد نجوم كره القدم المغربيه. حينما نقول عبد العزيز سليماني كنقولوا لاعب اللي لعب اطول مده مع فريق المغرب الفاسي، تقريبا حوالي 19 سنه، من خلالها استطاع يحرز على كؤوس، على شامبيونات، وكذلك حمل قميص المنتخب الوطني في عدة تظاهرات سواء عربية إفريقية أو عالمية، حيث كان من نجوم منتخب 1986 بالمكسيك عزيز سليماني، اللي من خلاله نحاولوا أننا نطرقوا ثلاثة المحاور أساسية. المحور الأول اللي كيهم البطولة الوطنية في الدورة نتاع 18 19 حتى 20، وبالتالي أن كيف أصبحت البطولة الوطنية المغربية للمحترفين إنوي، وثم القسم الوطني الثاني، على اعتبار ان عبد العزيز سليماني كان مدربا لمجموعه الفرق من بينها الوداد الفاسي اللي انطلق مع الموسم هذا. ثم غادي يكون واحد القراءه باعتباره ان يواكب كل صغيره وكبيره تاع كره القدم الوطنيه وكذلك الدوليه حول المنتخب المغربي. هل يمكننا يعني كيف يمكن ان اقول، هذه يمكن اننا نستافدوا وثاني نوظفوا ديك النتائج وديك الظهور المشرف تاع المنتخب الوطني في قطر. سنتحول مباشره للسي عبد العزيز السليماني الاخ بزيق الذي نرحب به على شبكه راديو بليس. سي عبد العزيز مرحبا بك. تحية طيبة لك سي خالد والمتتبعين لقناة راديو بلوس والمشرفين عليه كذلك. في البداية فنبغي نشكرك لأنه عاوتاني جيتي مرة أخرى، عطيتني فرصة باش نعبر على بزاف ديال المشاكل والمسائل اللي هي تتخرج لنا. حقيقة أنه من بعد المونديال ديال قطر كنا تنترقبوا الوقع ديالها على البطولة الوطنية، وبحكم يعني تتبع ديالي للرياضة الوطنية وكرة القدم بصفة خاصة، توضح لي أنه بعض الفرق يعني في المستوى المرغوب والمطلوب من ناحية ديال الاستعداد وديال التقديم ديال العروض ديالها، لأن شفنا عروض اللي تترقى للمستوى اللي يشرف البطولة الوطنية. وكاين فرق اللي كانت البداية ديالها متعثرة واستمرت في التعثر ديالها، اللي خلى واحد الفرق كبير بين المؤخرة والمقدمة. هذا تيخلي شيء ما صراع منحصر بين واحد المجموعة ديال الفرق اللي الأداء ديالها طيب واللي المردودية ديالها مقبولة. كاين عوامل أخرى، أنه شفنا الوقع ديال الجمهور على البطولة الوطنية، وهذا تشرف لأن الفرق كلها اللي عندها دور طلائعي الجماهير ديالها تتأسس دائما جنابة الملاعب، وحنا نبغيو أن الملاعب الوطنية كلها تكون على ذلك النحو. كاين نقاط أخرى اللي يمكننا نتناقشوها فيما يخص المكونات ديال النادي ككل. أنا تنهضر على الجوانب التقنية، ولكن كاين جوانب أخرى اللي عندها تأثير مباشر على المردود التقني، وهذا اللي تيخلي التعثر ديال بعض الأندية.
كتشوف البطولة يعني أن ربما انقسمت لثلاثة الكوكبات. هناك المجموعة الأولى اللي كتضم كل من الجيش الملكي، الوداد، الرجاء، كذلك توقع لا، يعني الرجاء وأسفي والفتح. والفتح الفتح وأسفي، يعني أن مجموعة كتكون من ستة الفرق، ثم مجموعة تاع ستة الفرق اللي كتنشط البطولة، ثم هناك خمسة الفرق اللي كتحاول أنها تنافس من أجل الابتعاد عن سباح النزول، بحال طنجة، بحال وجدة، بحال خريبكا، بحال المغرب التطواني. ما تطوانيش، اما بعيدة هذيك. جديده بحال حقيقه ان هاد الفرق، هذا هو اللي رمزت له ولمحت له، هو ان بعض الفرق اللي ما عرفتش بدايه موفقه في الاول، وذلك راجع لاسباب اخرى غير تقنيه. يمكن تكون تقنيه، ويمكن تكون مخلفات المسائل التدبيريه في النادي اللي تتخليها ما تستقطبش العناصر اللي تاهل الفريق باش يكون في المستوى. وهذا الشيء لمسناه في عديد من الفرق، وعلى راسها الفريق ديالي انا الام اللي هو ترعرعت فيه هو المغرب الفاسي، لانها كانت البدايه ديالو شئمة موفقة مع المدرب شكيلات، ورغم قلة العناصر اللي هي يمكن لا تعطي الإضافة، كانت نتائج موفقة. ولكن التغيير ديالو وعدم إقحام عناصر اللي هي جديدة اللي تعطي الإضافات خلى يعرف بعض التعثر. هذا كمثال اللي هو قريب لنا، ولكن تيتعمم على الفرق كلها اللي عندها نتيجة النزاعات. اللي عندها نزاعات في الجامعة، واللي عندها في النتائج ما هو جيد وما هو ضعيف. مهدي وبزيك مع الضيف نتاعنا عبد العزيز السليماني نحاولوا لا مشكل. من الاخ مهدي وبزيك مع الضيف نتاعنا العزيز السي عبد العزيز السليماني، ونحاولوا في المحور الثاني انه يدير قراءته فيما يخص القسم الوطني الثاني، باعتباره انه كان مدربا لمجموعه نتاع الفرق من بينها الوداد الفاسي. وكانت عندي تتبع في بداية الموسم بحكم المسؤولية اللي كانت عندي على فريق الوداد الفاسي، ولكن بعد ما بقاش عندي تتبع كبير المعطيات ديال المجريات ديال هذا القسم. انما في خلال التجربه اللي خدتها مع فريق وداد فاس كان عندي واحد النظره، وكان عندي واحد التجربه اللي خلات واحد الانطباع وواحد التاثير سلبي في النفسيه ديالي. كل ما كان عندنا طموح كبير من بعد التكوين الاخير ديال رخصه الف، اننا ننطلقوا باش يمكننا نديروا بزاف ديال الاشياء في التطبيق في الميدان، تصطدم مع ابسط الامور اللي في راه كيقولوا لنا دابا قسم المظالم، يعني انه على جميع المستويات كيكون هناك شويه ديال المشاكل. قسم المظالم انا ما تنسميش قسم المظالم. علاش؟ لان القسم الوطني الثاني يعني على خطوه من القسم الوطني الاول، دفتر تحملات فيه يعني ميزانيات اللي تتأهل الفرق باش يقوموا على الأقل بالمعدل. أما تكون صفر في المعدل ما تيمكن لك دير حتى شي حاجة، واخا تولي المدرب هو المظلوم في هذا القسم ماشي قسم المظالم. حقيقة أن كنت نسمع بعض المشاكل، ولكن بحكم الحماس قلت غادي نتحدى ذاك المشاكل ويمكن لي أن نخرج واحد الانتاج من ذاك، ولكن ما يمكن لكش في الظروف اللي عشتها انا شخصيا يستحيل انك تخرج شي منتوج. وما نبغيش نتطرق لبعض الجوانب، لانها عشت مع فريق المغرب الفاسي في القسم الوطني الثاني، ونضلنا وخدمنا، وكانت امكانيات يعني في المستوى ديال القسم الوطني الاول. الشيء الثاني، الشيء اللي خلى الفريق يصعد للقسم الوطني الاول. اما في التجربه اللي خدت لا مجال للمقارنه
مع فريق المغرب يعني للفاسي. فروق القسم الوطني الثاني، كي شفتي المستوى نتاعهم، كي شفتي الامكانيات نتاعهم. يعني اليوم جوج الفرق كتوفر على ملاعب التدريب، جوج الفرق كتوفر على وسائل النقل، جوج الفرق كتوفر على عناصر يمكن نقولوا انها متوسطه حتى لا باس بها حتى الممتازه. كي شفتي القسم الثاني؟ لا أنا ما متفقش معك في هذا النقطة اللي فقط. تتكلم عليها، لأن جل الفرق تعاني مما يعاني منه فريق الوداد الرياضي الفاسي، بحكم الاتصالات ديالي مع مجموعة من المدربين. فتنظن أنا شخصيا إلى جيت ندرب يعني في مستقبلا بغيت ندرب، اول سؤال غادي نسول المسؤولين واش شحال تيسالوا اللعابه من شهر، شحال شحال تيسالوا الفنادق من شهر، شحال تيسالوا لي اصحاب الامتعه، شحال عندكم الكواري، شحال. هذه اشياء اللي الواحد ما خصوش يتناقش فيها، خص يسول بعدا عاد يمكن له يدخل. لان في النوبه الاولى يعني تعطوك واحد النظره اللي تحمسك، وملي تدخل للواقع تتلقى ابسط الامور ما تتوفرش، وهذا لا يشرف الكره الوطنيه. المهدية وبزيق مرة أخرى كنعودوا لنناقش المحور الثالث في هذه الجلسة مع سي عبد العزيز السليماني، اللاعب الدولي المغربي وعميد فريق المغرب الفاسي، الذي نحاول من خلاله أنه نسلط الضوء على النتائج الإيجابية اللي حرج المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة وليد الركراكي بمونديال قطر، وكيف يمكن استثمار هذا التتويج هذا لتستفيد منه الرياضة الوطنية ككل. بطبيعه الحال لازلنا الى يومنا هذا تنشواو بالعطاء وبالمردود اللي قدمه الفريق الوطني في مونديال قطر. يعني وصلنا لواحد المستوى وصلنا لواحد المستوى اللي الناس بصفة عامة ماشي المغاربة، يعني عبر العالم، اللي تيتسائلوا وتيبحثوا شنو هو اللي خلى المغرب وصل لهذه المرتبة. بل كان نويه من التقنيين العالميين، مدربين ديال فرق اللي عالمية، ونوهوا بالمردود ديال الفريق الوطني. حقيقة التأثير على البطولة الوطنية كان خصو يكون بواحد الشكل اللي إيجابي. إيجابي جدا بطبيعة الحال. لماذا؟ لأنه كان خصنا ناخذ الفريق الوطني كنموذج ونشوفوا أسباب النجاح اللي هي كانت يعني فيها واحد التكامل بين التدبير الإداري وبين التدبير التقني وبين الفرق اللي تتشكل الفريق الوطني، المجموعات كلها اللي اشتغلت، وبين الانسجام اللي حصل بين المدرب ديال الفريق الوطني والجماهير المغربيه، وكيفاش كان التنسيق بيناتهم وبينات الناس المسؤولين، وكيفاش اهتموا بالاسر ديال اللاعبين، وكيفاش خلقنا واحد الجو اللي اهلنا اننا نخوضوا هذه المغامره بنجاح. يعني هذه الاسباب هذه كان هذه اسباب النجاح خصها تندار لها دراسه، وخص الانديه يكونوا نماذج مصغره من الفريق الوطني من النواحي كلها. انا شخصيا كان عندي اقتراح كنت نقوله دائما، انه بما انه الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم اجتهدت بزاف في التكوين ديال المدربين وديال الفرق الوطنيه وديال الحكام وديال الاداريين، فانا تنقترح وما ياخذهاش مني واحد انني يعني وجهة نظر تحترم. هذه وجهه نظر، ومن تنعطيها من الجانب الايجابي، ان المسؤولين المسيرين خصهم تاهما تكوين وخصهم رخص. بما ان الجميع عنده رخص، الحكام فيهم اللي هو فيدرالي، فيهم اللي هو دولي وعندهم دورات وعندهم رخص، المدربين كذلك، المعدين البدنيين، الناس الاداريين تاهما بالرخص ديالهم،
خاص يكون تكوين المسيرين والرؤساء وتعطى لهم رخص، وعلى اساس ذاك الرخص هادي يشتغلوا. ما يمكنش الواحد يجي يسير ولا يترأس نادي بدون ما تكون عنده رخصه، واخا يكون عنده اموال طائله، لان التدبير والتسيير خصو يمشي في المسار الصحيح ديالو. وباش يكون القاعده ديالنا مثل القمه ديال الهرم ديالنا، وهكذا يمكن مع الانديه هذه تنظمات وكان المردود وكان التعاون في هذه النظره، غادي يكون عندنا واحد الفلسفه وواحد الرؤيه اللي غادي تعطي الطابع للكره المغربيه ويكون عندنا الصبر. الان حنا تنشوفوا الانديه الافريقيه والعربيه كلها تتنافس باش دير بحال المغرب. انا تنظن انهم غادي يجتهدوا وغادي يبحثوا، ولكن لما غادي يبغيو يديروا بحال المغرب غادي نكونوا حنا انطلقنا لمستوى اخر، وغادي نكونوا على المستوى العالمي بالانديه ديالنا وبالفرق الوطنيه ديالنا عاوتاني في مرتبه اخرى. والمغرب كان دائما سباق وخصو دائما يمشي للامام، ما يبقاش في المكانه ديالو. هذا منظور ديالي انا شخصي، ديال انه خصنا النادي عنده رخصه باش يلعب في القسم الوطني الاول ولا في القسم الوطني الثاني. المدرب عنده رخصه باش يمكن له يدرب في هذا المستوى ولا في هذا المستوى. المسير خصو تكون حتى هو عنده رخصه باش يمكن له يسير ولا يترأس. الا مثلا غادي يسير تكون عنده رخصه مثلا الف، ولا غادي يكون رئيس تكون عنده الف برو، وننظموا ونقننوا. وهذا الشيء هذا تنظن انه المسار اللي غدا فيه الجامعه تنظن انه ماشي صعيب عليها، ولا تنظن يقدروا يخموا في هذا المستوى، لان التسيير يعني ناقص شيء ما على يعني ان التسيير تاعنا لا يوازي يعني التطور اللي عرفته كرة القدم. لا على المستوى التدريب. حنا شفنا مدربين وطنيين اللي عطاو نتائج على المستوى الافريقي وعلى المستوى العالمي، وشفنا كذلك ان الجماهير ديالنا غاديه بواحد المستوى اعلى من الممارسه هذا. يعني خصنا نرقاو لواحد المستوى اللي يكون داك التوازن وغاديين بواحد الصوره موحده لجميع المستويات. وهذه هي الرغبه ديالنا حنايا، دائما نطمحوا اننا الكره تتطور للاحسن. إذا المهدي وبزيك وصلنا لنهاية هذه الحلقة مع أخو الصديق عبد العزيز السليماني، اللي في الحقيقة يعني تهفاني واستفدت منه في هذه الجلسة هذه، على اعتبار أن عنده نظرة فيما يخص تدبير كرة القدم الوطنية خاصة على مستوى التسيير، باش يمكن لها أنها توازي وتساير التطور اللي عرفته كرة القدم على مستوى الأندية، على مستوى التدبير، على مستوى الملاعب، على مستوى النقل، على مستوى الجماهير. نعطيو الكلمة عبد العزيز نختموا مع هذه الجلسه. في الاخير نبغي نشكر السي خالد والسي مهدي هذا واجب والمتتبعين. وعلاش؟ لانه مرارا تجيني افكار اللي في المصلحه ديال الكره الوطنيه بحكم التجربه الطويله اللي عشتها في الكره. وهذه المناسبه اللي ذكرنا فيها على اشياء اللي هي جديده واللي يمكن لها تعاون في التطور ديال الكره. وتنتمنى ان هذه المسائل تبدا من الفريق ديالي الام اللي الجماهير ديالو يعني قامت واحد الادوار طلائعيه هذه السنه، بل اعطت رسائل للعالم وكانت في المستوى العالي، وتتمنى وتطمح ان تشوف الفريق ديالها في واحد المستوى. والمؤاخذات اللي عندها على التسيير، يعني حطت الاصبع ديالها في مكان تاع، وهذا ماشي مؤاخذه للمسيرين ديالنا، بل حنا هذا نقد بناء انهم يمكن لهم يتداركوا ويصلحوا ما يمكن ان يصلح، باش النادي ديالنا اللي كان نموذج عبر التاريخ في المغرب يعاود يرجع للمكانه ديالو. وعلى اساس انا نذكرك السي خالد لما صعدنا في عقب الصعود للقسم الوطني الاول 4 سنوات هذه قلت لك خرجنا من الجهاد الاصغر للجهاد الاكبر، وكنت قصدت وفسرت بان الجهاد الاكبر هو اعاده الهيكله، وبان الاسباب اللي خلت الفريق ينزل للقسم الوطني الثاني اللي خصها تعالج. وكانني تنعطي بحكم انني انا هو الشيخ ديال المجموعه، تنعطي السيد الرئيس اللي كان انا ذاك
عاد بدا ومازال ما عندوش تجربه، تنعطيه خريطه الطريق علاش غادي ينطلق، لانه الخدمه اللي عنده في اعاده الهيكله واعاده الهويه للنادي باش ينطلق على اسس متينه. النتائج غادي تجي من بعد، ماشي تنقلبوا على النتائج عاد تنبني. اذا في البناء تنبناو عاد تنديروا لا فينيسيون تجي من بعد. هو بدا بالفينيسيون، عنده الوقت فين يدارك الموقف وبين يخلي الناس تساندو وتعاونوا حتى بالتوجيه. إذا أعزائي أحبائي، الأخ المهدي، الأخ البصري، أعزائي المستمعين، على هذه الكلمات الموزونة يعني نتاع السي عبد العزيز السليماني، كنودعوكم على أمل أن نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. تحية خالد طويل من العاصمة العلمية، إلى اللقاء. شكرا لك الزميل خالد طويل. طبعا كنت معنا من مدينة فاس واستضافة الإطار الوطني واللاعب الدولي السابق عزيز السليماني.